صباح الورد. النهاردة هنعمل مع بعض فطير بطريقة بسيطة خالص. من كيلو دقيق واحد هنطلع 10 فطيرات حلوين قوي كده زي ما انتوا شايفين شكلهم. لأي حد المبتدئين حتى اللي لسه أول مرة يدخلوا المطبخ هيعرفوا يعملوه كده بجد حلو قوي. ما تشتروهوش من بره، الفطيرة صغيرة كده خالص وبتبقى ب10 ب12 جنيه كمان. لا حرام يعني، هو كيلو دقيق كله ب20 جنيه، هنعمل بيه 10 فطيرات زي ما انتوا شايفين حجمهم حلو قوي كده. بجد والله هي اصغر من كده كمان، بتروحي تجيبيها من الفرن بتجيبيها ب10 جنيه. طب ليه يعني؟ هو كله كيلو دقيق واحد هنطلع منه وما فيهوش والله ولا تعب ولا مجهود، وتقدري تسويه على الفرن من فوق، على البوتاجاز من فوق، وجوه الفرن كمان. لو حابه. شايفين بقى مورق كده، وبصوا الورق حلو ازاي جوه الفطير، وسهل خالص يعني ما فيهوش، مش هتحسي باي تعب، والطريقه هتبقى حلوه قوي هتعجبك ان شاء الله. هتعمليه بعد كده على طول مورق بقى كده وغرقان بقى بالسمنه وحلوه قوي. بس امشي معايا كده على التفاصيل كده بالظبط عشان تاخدي كده النتيجه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. من غير بقى الزبده اللي هي اللي بيعملوا بيها الفطير دي في الافران، اللي هي الزبده المرجلين تقريبا او حاجه. من غير خالص الحاجات دي، هنعملها بالسمنه العاديه خالص وهيطلع معانا حلو قوي كده. شايفين الجمال؟ زي ما قلت لك هتسويه على الفرن، على البوتاجاز من فوق، جوه الفرن العادي بتاعنا العادي خالص. بصوا الجمال، تحفه. انا دايما بحب اعمله بالشكل المربع ده، وهعمل لكم كمان من المدور لو حابين تعملوا كده او كده. هقول لك على الطريقه ان شاء الله جوه الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو، يا ريت ما تنسيش اللايك والاشتراك للقناه وتفعيل الجرس على الكل. يلا بينا نسمي بسم الله ونشوف هنجهز الفطير السهل خالص ده ازاي. عندي كيلو من الدقيق، هحط عليه معلقه كبيره كده من السكر ومعلقه صغيره من الملح، كده معلقه ممسوحه صغيره من الملح. هندوب بقى الميه والسكر والملح كده في كوبايه ميه، وهننزل بيهم بقى على الدقيق. كمان كوبايه، حطيت كده كوبايتين من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه. وهنحتاج كمان كوبايه. وانتي بقى بتعجني كده. انا بالنسبه لي احتاجت 3 كوبايات، ما زودتش عن كده. هتعجني كده في الاول هتحسي ان العجينه ناشفه، ما تزوديش اي ميه، افضلي بس تعجني كده، هو بياخد وقت شويه في العجن. انا عملته قبل كده بكذا طريقه كلهم حلوين قوي بجد يعني. عملت الفطير المشلتت قبل كده، عملت فطيرتين بالكيلو، ودلوقتي احنا هنعمل 10 فطيرات بكيلو واحد بس. عجيني بقى لحد ما العجينه تبقى معاكي كده يعني 10 دقايق كده ولا حاجه، هتلاقيها بقت زي ما انتوا شايفينها كده، بتلزق خفيف خالص. كل ما تعجيني في العجينه بتاعه الفطيره هتبقى النتيجه احسن. هسيب بقى العجينه دي ترتاح كده 10 دقايق، ربع ساعه، ممكن نص ساعه كمان. انا سبتها هنا نص ساعه بجد يعني، النتيجه بقى بتطلع حلوه قوي. بصوا بقى بتبقى عامله ازاي، حلوه قوي قوي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبتدي بقى ان احنا نقطع العجينه بتاعه الفطير دي ل 20 كوره. جبت كوبايه واحده بس من السمنه، ممكن سمنه على زيت، ممكن زبده على سمنه، زي اللي موجود عندك يعني، بس مش زيت لوحده. زي ما قلت لك هقطع بقى هنا كده الاول حوالي 20 كوره. بصوا سهل خالص، وبقول لكم كل حاجه بالتفصيل، مش هنقول بقى بحجم كذا وبحجم، لا هم 20 واحده عشان نعمل بيهم ال10 فطيرات بعد كده. وهيطلع مورق وطري ومقرمش كده، بقى الطبقه اللي على الوش مقرمشه وطعمه حكايه. قطعي كده واحده واحده في العجينه بتاعتك لحد ما توصلي ل 20، ظبطيهم كده يبقوا 20 واحده. تمام كده. بعدين هنعمل ايه بقى؟ هناخدهم بقى نحطهم في كوبايه السمنه اللي احنا مجهزينها دي. تمام كده. العجينه يا دوب بتقطعيها كده بتلاقيها حلوه قوي كده معاكي، عجينه بتمط وطريه وناعمه كده في ايدك، عجينه حلوه قوي بتاعه الفطير دي. لو وصلتوا لحد هنا يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك للقناه وتفعيل الجرس على الكل. خلصنا، حطينا بقى ال20 كوره كده في السمنه، وهنسيبهم بقى هنا كده حوالي برضو 10 دقايق كمان. ونبتدي بقى ان احنا نقطع الفطير بتاعنا، او نفرد بقى الفطير بتاعنا. هنعمل ايه؟ هناخد كده بس نقطه كده من الزيت، مش معلقه كمان، نقطه صغيره خالص كده من الزيت او السمنه اللي موجوده معاكي، اي السهل عليكي يعني اعمليه. وابتدي بقى افردي كده واحده واحده. واهم حاجه الاطراف بتاعه العجينه بتاعتك لازم تبقى مفروده كده ورقيقه خالص، ما تسيبهاش تخينه لان هتكلكع وهيبقى شكلها مش حلو، ولا طعمها كمان حلو جوه الفطير. فهي افردي كده من النص لبره. تمام كده. حطي بقى كده من السمنه اللي انت حاطه فيها الفطير نفسه، وابتدي طبقي كده العجينه بتاعتك زي الظرف.
والله العظيم الموضوع سهل خالص، مش صعب خالص يعني. حتى لو اتقطعت معاكي ولا اي حاجه ما تقلقيش، عادي خالص. هنعمل ايه؟ انا فردت كده واحده وهفرد كمان واحده، وهنحط بقى واحده جوه واحده. بس هو اول حاجه دي ما اتصورتش، يعني الموضوع ما كملش لحد الاخر. دي تاني واحده هنعملها بنفس الشكل كده. فردنا واحده، افردي وشدي كده في العجينه، بتتشد كده وحلوه قوي، العجينه مرتاحه اصلا وحلوه قوي. وحطي سمنه كده معاكي وزي ما قلت لك او زبده. بس هو السمنه بتبقى احلى على فكره في الفطير، بلاش يعني موضوع زبده قوي يعني، خليكي في السمنه احسن. طبقي بقى كده اهوت، ادي اول واحده. هنعتبر نفسنا لسه بنشتغل من اول وجديد. فردنا واحده وطبقناها، بعدين هنفرد واحده تانية كده بالسمنه او بالزيت اللي موجود عندك. تمام كده. حاولي تفردي بالطريقه اللي انا بعمل بيها كده، دخلي هوا كده من تحت الفطيره عشان الفطيره بتاعتك تطلع النتيجه في الاخر حلو. تمام كده. مش محتاجه يعني احترافيه ولا اي حاجه، بصي اي حد هيعرف يعملها يعني، انا مش خبيره في الفطير ولا حاجه، بس عادي خالص عملته اهوت وطالع حلو قوي. دي الطريقه كده زي ما انتم شايفين. هنفرد واحده وبعدين نشيلها على جنب، بعدين نفرد واحده تانية ونطبقها كده زي الظرف ونحطهم كده جوه بعض واحده واحده كده، هيطلع معاكي احلى فطير. يعني في حاجات كتير بجد لازم احنا نعملها في البيت ونوفر، لان هي بره بقت الاسعار غاليه قوي. خلاص فردنا واحده، ودي التانية. هي بعد ما طبقناها هنحط التانية كده جواها، وزي ما قلت لك حطي كده على قد ما تقدري، حطي من السمنه. وبس سهل خالص اهو الموضوع، واحده جوه واحده، وحلوه قوي كده، كفايه هتطلع مورقه وحلوه قوي. الموضوع كله كيلو بس من الدقيق هيطلع معاكي 10 فطرات. لو عايزه تعمليها بقى مدوره، جيبي طبق كده مدور كبير وفردي كده الشكل اللي انتوا شايفينه اهوت عشان تبقى مدوره، بس انا عن نفسي بحب اعملها مربعه. على المفرش بقى كده حاولي بقى ان انت على الدوائر اللي انت شايفاها دي خليها كده تاخد ايه شكل الدايره شويه. ادي اول واحده خلصناها. عايزه بقى تحطيها في الفرن كده، هوريكي التسويه بتاعتها سهله خالص وحلوه قوي، نتيجه ان شاء الله مضمونه. عايزه تعمليها برضو كده اهوت زي ما انا بعملها على المفرش على طول، براحتك خالص. بس هي الاحسن ان انت تخليها مدوره في الطبق الاول، بعد كده افرديها بالشكل دوت. كل ما بتسيبي بقى العجينه كده تاخدي اول واحده انت اشتغلتي بيها وتفرديها، بتبقى حلوه قوي كده وجواها هوا وحلوه قوي. بصوا بوريكم هنا الهوا اللي جواها كده، ان شاء الله الفطيره بتاعتنا هتبقى حلوه قوي. افرديها بقى بالشكل اللي يعجبك. بعدين بقى بصوا التسويه، اهم حاجه التسويه ازاي. انا ولعت الفرن من تحت درجة حرارة أقل من عالية سنة صغيرة، وولعت الشواية سبتها على أول رف، ما بتاخدش عايزة أقولك أقل من دقيقتين كده ولا 3 هتلاقيها استوت وانتفخت كده جوه الفرن. هتكوني مولعة الشواية زي ما هي، قربيها بعد كده بقى للشواية. أقول لكم الطريقة تاني. أنا حطيت الصاج على أول درجة كده في الفرن، درجة حرارة أقل من عالية شوية، يا دوب دقيقة دقيقتين كده هتلاقي الفطيرة اتحمرت من تحت، وفي نفس الوقت مولعة الشواية من فوق. اول ما تتحمر من تحت شيليها، حطيها على الشبكه اللي في النص، تبقى قريبه بقى من الشوايه ثواني بالظبط، وهتطلعيها زي ما انتوا شفتوا شكلها كده. التسويه دي حلوه قوي. لو عايزه تسويها على على البوتاجاز من فوق سويها برضو، هتبقى حلوه قوي ان شاء الله. بس هي النتيجه سهله يعني، الموضوع سهل خالص. ان انت تسويها في الفرن كانت حاجه حلوه قوي برضو. بصوا الجمال، تقدري بقى ترشي عليها سكر كده، بتبقى حلوه قوي، او تعمليها سندوتش. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، وبس كده، شكرا ليكم.